السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي بيحصل عندنا في الدوري المصري؟ كل دوريات العالم احنا في الاسابيع ال11 والسابع والثامن والتاسع، ومصر لسه في الاسبوع الثاني ولسه ما كملش. وعندنا مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، عندنا اثارة مش موجودة في كل دوريات العالم اللي بيصرف عليها مش مليار، مليارات المليارات، والاكثر متابعة كمان على مستوى العالم. يعني مثلا الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الفرنسي. انما الدوري المصري في الاسبوع الثاني وكل ما يحدث في الوقت الحالي من لغط كبير جدا جدا على الساحه المصريه، عليه علامات استفهام. وعلامات استفهام انا مش عارف الناس اللي موجودين عاوزين ايه. بتكلم على الاتحاد وبتكلم على الرابطه وبتكلم على الانديه وبتكلم كمان على الاعلام المصري، لان جزء كبير جدا من اثاره السوشيال ميديا جايه من الاعلام. مش عارف ايه يعني ايه المطلوب. انا كنت اتمنى في الاسبوع الاول والثاني نتكلم على الزمالك فنيا، الفريق اشتغل ازاي، طريقته عامله ازاي، اسلوبه مع جوميز بيتعامل ازاي في المباراه، مكسبه للمباراه الاولى، مكسبه للمباراه الثانيه. وكنت اتمنى نتكلم عن النادي الاهلي نفس الموضوع، ونادي بيراميدز ونادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد اللي في المركز الثاني في الوقت الحالي بست نقاط، امر ممتاز جدا لمحمد بن صالحي ونادي الاتحاد. انما الاتجاه واخدنا لسكه ثانيه، سكه الاثاره، سكه الشغب. انا مش عارف يعني هنوصل لفين. يعني تخيلوا بطولة دوري بتلعب فيها 16 فريق، فيهم اسماء كبيره جدا جدا على الساحه الافريقيه والعربيه. حتى الان لم نتكلم او نتحدث فنيا. يعني كل الفيديوهات اللي بتطلع وانا واحد منها اهو بتكلم على الاثاره، بتكلم على الشكل، ما يحدث من قبل لجنه التحكيم ومن الاتحاد ومن رابطه الانديه المحترفه المصريه، اذا كان هناك رابطه يعني في التوقيت الحالي. انما ان الى الان بنتكلم على مشاكل في مباراه او مباراتين او ثلاثه. وللاسف اللي عامل المشاكل دي وعامل الصخب وعامل الاثاره دي الاهلي والزمالك، مع ان الاهلي والزمالك عليهم دور كبير جدا جدا لاعاده الاتزان للكره المصريه. اذا كنا بنتكلم عليكم قطبين للكره المصريه، والعالم العربي كله عارف الاهلي والزمالك، وافريقيا كلها عارفه الاهلي والزمالك، وقيمه الاهلي والزمالك وتاريخ الاهلي والزمالك، ما انتوا عليكم دور كمان، دور كبير جدا ان الامور تمشي بالراحه، يعني بسلام، لغايه ما الحكام يقفوا على رجليهم. وانا شايف ان الحكام عندهم حاله تخبط، شايف ان الحكام عندهم مشاكل كبيره جدا جدا جدا. طب انا كمفروض كنادي، انا ما بقولكش يجي عليك وما بقولكش ان هو يساعدك، ولكن حاولوا تساعدوا الحكام انتوا كاهلي وزمالك. انما في التوقيت الحالي اللي انا شايفه ان في ضغط جامد جدا جدا من الاهلي والزمالك من خلال الاعلام، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الناديين على التحكيم المصري. كلنا متفقين ان التحكيم عنده مشاكل نفسيه، عنده مشاكل ذهنيه، عنده مشاكل ماديه، عنده مشاكل فنيه، عنده حاجات كثيره جدا. طب نساعده ولا نموته؟ نقف جنبه ولا نحاول نعمل عليه ضغط وبريسنج كبير جدا وبريشر كبير جدا على السوشيال ميديا؟ اللي بيحصل في الوقت الحالي غريب جدا يا جماعه. يعني انا بقى لي 4 دقايق بتكلم في مشكله حكم حصل له تسريب صوتي، جابوا لزميل احمد عبد الباسط، ما اعرفش طلع ولا ما طلعش، حكم راح رفع عليه قضيه. بتكلم على مباراه البنك الاهلي والزمالك، مش عارف المشكله مع مين اللي عمل ايه ولا عمل سوى ايه. المباراه اللي بعد كده عمر جابر يطرد ولا ما يطردش، الاهلي كان عليه ضربه جزاء لزيد ولا مش زيد. ما فيش الا الفرقتين دول في مصر، مع احترام وتقديري يعني. احنا كلنا بنتكلم الاهلي والزمالك عشان نعمل فولورز عشان نعمل ونزيد في القنوات بتاعتنا. انما في النهايه في دوري مصري في 14 نادي، في المفروض الناس دي تقعد على ترابيزه واحده في الوقت الحالي، يحاولوا ينقذوا ما يمكن ينقذوا، لان فعلا الكره هتبوظ، الدوري هيبوظ، الدوري مش هيكمل اذا استمر بالشكل ده. ده الجزء الثاني الاعلام. الاعلام يا جماعه بالراحه شويه على الحكام، بالراحه شويه على اثاره او سخونه الموضوع بالنسبه للجمهور المصري. الجمهور ما عادش بيروح الملاعب الا قليل، بدا يروحوا. طب يا جماعه بدا الجمهور يروح، بدانا نشوف انتعاشه شويه، بدانا نشوف شكل كويس جدا للملاعب المصريه من خلال جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد. نبدا نعمل
اثاره بلبله عشان نشوف مشاكل جوه الملعب. طب ليه؟ بص، نتفق ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا جدا، وموجوده من زمان، من قديم الازل، وموجوده كمان من الناس اللي هم جايين يديروا الاتحاد تاني، هم السبب فيها، لان هو ما عملش كوادر. الكوادر دي مش كوادر فنيه بس او كوادر لعيبه، لا انا بتكلم كوادر التحكيم كان لازم يكون لها تخطيط كبير جدا من 15 سنه، وكنا نستمر في تفريغ حكام وندي لهم ثقه في نفسهم ونعالجهم ذهنيا ونفسيا وماديا من خلال الاتحاد المسؤول عنهم. انما ده ما حصلش، بكلمك على 10 15 سنه. عشان كده اليات التحكيم عندنا كلها واقعه. اتنين، مصر ودوله بحجم مصر اتصرف عليها فلوس كتير جدا وبيصرف عليها فلوس كتير جدا، ما عندناش عربيات فار يا جماعه، ما نعرفش نعمل خط زي السعوديه وزي الامارات. ايه الكارثه اللي احنا فيها دي؟ فدي مشكله ثانيه. المفروض احنا كل سنه عن سنه بنطور نفسنا. بيقولوا الرابطه وجابت وعملت وسوت، طب الرابطه ما من دورها برضه تعمل عربيات فار، ما عملتش عربيات فار. ده اتنين، ولازم يحصل فيها مشاكل. ثلاثه، التخطيط الاداري بالنسبه للمديرين، بالنسبه للناس المسؤولين على المباريات، بالنسبه للناس المسؤولين عن الملاعب، بالنسبه للناس المسؤولين عن السوشيال ميديا، فكل ده مش موجود. ثالث نقطه، ودي من نقطه من النقاط اللي هي صعبه جدا بالنسبه لتفريغ كوادر الاداريين، ال- ال- الملاعب، يعني عفوا الاعلام. انا في الوقت الحالي عمال اشوف على السوشيال ميديا خناقه بين فلان وفلان، وخناقه بين فلان وفلان، ليه يا جماعه؟ ده دوري مصري وبيتابعوا ناس كتير جدا، واحنا في الوقت الحالي للحقيقه بقينا داخلين في اتجاه انا مش عارف رايحين فين، ومش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط. انما اذا استمر ضعف الاتحاد اللي جاي، اللي موجود او اللي جاي، بدون قرارات على الاهلي والزمالك وتطبق بشكل صارم، بدون قرارات على الانديه المصريه لاحترام التحكيم وتطبق بشكل صارم، لاعاده هيبه وانضباط التحكيم، ولازم يكون بشكل قوي جدا جدا وفي اسرع وقت مع كابتن ياسر عبد الرؤوف، وانا اثق فيه تماما. اعاده الانضباط مره ثانيه للملاعب المصريه من خلال اتحاد قوي، من خلال رابطه قويه، من خلال لوائح وقوانين. اي دوري في العالم بيبدا من خلال لوائح وقوانين الا الدوري المصري. يلا نعمل جدول، يلا نبدا الدوري، يلا نعمل دوري استثنائي، وبعد كده مفيش اي حاجه. خمس ست نقاط لازم يكونوا موجودين. واحد، لازم يكون الاتحاد اقوى من الانديه، لازم. اتنين، اعاده انضباط مره ثانيه التحكيم بشكل قوي جدا جدا، وعدم الاستماع لما يحدث في الاعلام وداخل السوشيال ميديا. ثلاثة، جلسة هدوء واستماع مع الاعلام المصري لإعادة شكل الدوري المصري من خلالهم، وكمان اعطاء ثقة كبيرة جدا للاتحاد وعدم الانجراف مع السوشيال ميديا بشكل سيء. أربعة، على الأندية المصرية يكون لها دور كبير جدا في إعادة الانضباط للكرة المصرية والدوري المصري، وأخص بذكر الأهلي والزمالك. خمسة، لازم يكون انتخاب اتحاد قوي، انتخاب اتحاد قوي، اتحاد ما يجيش بالتعيين، ما يجيش بالاختيار، يجي بالانتخاب من خلال جمعية عمومية تحاول تسعى أو تحافظ على الكرة المصرية. ستة، لازم يكون في رابطة عندنا تساوي حجم واسم مصر، رابطة بمعنى تسويق، تنظيم، استثمار، لوائح، قوانين، هبة الكرة المصرية. الست نقاط دول لازم نشتغل عليهم. وانا بقول انا مش عارف احنا رايحين على فين. كنت اتمنى ان احنا نتكلم الاهلي بيلعب 4 2 3 1 4 3 3، بيراميدز عامل شغل كويس جدا في المباراه الثانيه 4 3 3 او 4 2 3 1، الزمالك بجوميز ماشي بشكل ممتاز جدا حتى وان كان ما عندوش دكه. كنت اتمنى اتكلم في الامور الفنيه. الاسماعيلي اتمنى انه يعود مره ثانيه. المفاجاه الكبيره اللي موجوده في نادي الاتحاد السكندري والفوز مباراتين متتاليتين، امور كتير جدا جيده، امور جيده بالنسبه للشكل الفني للدوري المصري. فعلا انا شايف المنافسه هتكون قويه جدا جدا، ولكن اذا قعدنا الانضباط للشارع الكروي الرياضي المصري، اذا قعدنا الانضباط كمان للملاعب المصريه، اتمنى من كل قلبي. ودي نقاط اتمنى، انا عارف ان في حاجات منها مش هتحصل من الاتحاد قوي، انا شايف ان هي مش هتكون موجوده. وغير الاتحاد القوي كفايه اسماء قديمه،
تحياتي.